متابعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم. جود فيكتور ويليام بيلينغهام إنه فتى ريال مدريد الذي أنسى عشاق النادي الملكي في خروج نجمهم المحبوب كريم بنزيما من قلعة سانتياغو برنابيو، بل وأنساهم أيضا خروج حامل الكرة الذهبية 5 مرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فترة وجيزة من التحاقه بالفريق. فهو لاعب يحمل الكثير من صفات الضون، خصوصا صفة التهديف واللياقة البدنية والشخصية القوية. والمدهش في الأمر هو أن جود بيلينغهام لاعب وسط ميدان، لكنه يتقن مهام المهاجمين وقد يفوق العديد من المهاجمين في ذلك. فبينما كانت الجماهير المدريدية وإدارة الفريق والمدرب ينتظرون استئناس جود بيلينغهام بالأجواء الملكية تدريجيا من أجل تعويض الرحيل المحتمل لكل من المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، فاجأ الفتى الإنجليزي الجميع بمعدله التهديفي المرتفع، حتى أصبح هدافا للدوري الإسباني ب10 أهداف بعد مرور 13 جولة من عمر الليغا، وهو تاريخ تسجيل هذه الحلقة، مع العلم بأنه لم يلعب في بعض المباريات، وأصبح متفوقا بذلك على أصحاب الاختصاص مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والإسباني ألفارو موراتا، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجمي أتلتيكو مدريد وغيرهم. فمن هو جود بيلينغهام الذي أثار إعجاب عشاق المستديرة بصفة عامة وعشاق النادي الملكي والمنتخب الإنجليزي بصفة خاصة بسحره الذي ينثره على الملاعب الخضراء؟ ولد جود بيلينغهام يوم 29 يونيو من سنة 2003 في مدينة ستوربريدج في إنجلترا. والده هو مارك بيلينغهام، رقيب عسكري في منطقة ويست ميدلاندز، والذي لعب هو أيضا كرة القدم لكن كهاو فقط. ولبيلينغهام أخ صغير وهو جوب بيلينغهام، ويلعب هو الآخر كرة القدم في نادي ساندرلاند الممارس في القسم الثاني الإنجليزي الشامبيونشيب. وقد انضم جود بيلينغهام إلى أكاديمية نادي برمنغهام سيتي سنة 2010، حيث لعب مع فئة أقل من 8 سنوات، ثم بدأ ينتقل بين الفئات السنية الأكبر حتى لعب لأول مرة مع فئة أقل من 23 سنة في 15 أكتوبر من سنة 2018، أي عندما كان عمره 15 عاما فقط، وسجل هدفا ضد نوتنغهام فورست. وبدأ بالتعرف على أجواء كرة القدم الاحترافية في الفترة التي كان فيها تلميذا، حيث سافر عدة مرات مع الفريق الأول كلاعب إضافي. وفي مارس من سنة 2019 اختارته صحيفة فورتو ضمن قائمة أبرز 50 موهبة كرة قدم إنجليزية قادمة. ومع بداية موسم 2019-2020 انضم جود إلى تشكيلة الفريق الأول، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في مباراة رسمية، وذلك يوم 6 غشت من سنة 2019، حيث شارك بالجولة الأولى لكأس الرابطة الإنجليزية ضد بورتسموث، وذلك عن عمر 16 عاما و169 يوما، وكان له دور أساسي مع الفريق في نفس الموسم. كما تم اختياره كأفضل لاعب شاب في شهر نوفمبر 2019. وبعد تألق اللاعب في فريق برمنغهام
بدت موهبته واضحة لكل المختصين في كرة القدم، ووجهت إليه الأنظار من طرف كشافي الأندية العالمية التي سعت إلى كسب وده والحصول على توقيعه. وفي 20 يوليوز من سنة 2020 انتقل اللاعب إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني مقابل 25 مليون يورو، حيث اعتبرت أغلى صفقة للاعب بعمر 17 عاما. وقد برر اللاعب اختياره للنادي الأصفر والأسود من بين كل الفرق الأخرى التي كانت مهتمة بالتوقيع معه بأن تاريخ وسمعة بروسيا دورتموند في تطوير اللاعبين الشباب كان حاسمين في اختياره، وكذلك سعيا منه لتكرار تجربة مواطنه وزميله الدولي جيدون سانشو مع النادي الألماني، والذي مر هو الآخر بنادي بروسيا دورتموند الذي صقل موهبته قبل أن ينتقل إلى الشياطين الحمر مانشستر يونايتد. وبعد رحيله إلى ألمانيا قرر نادي برمنغهام سحب الرقم 22 الذي كان يرتديه جود بيلينغهام لإلهام الأجيال القادمة واتباع خطاه، وذلك بعد موسمه الاستثنائي حيث لعب 44 مباراة بعمر 16 عاما فقط، وساهم في بقاء فريقه في البطولة. وبعد مشاركته الأولى في الدوري الألماني دخل بيلينغهام ضمن لائحة أصغر 10 لاعبين سنا الذين شاركوا في البوندسليغا، وسجل هدفه الأول مع دورتموند يوم 10 أبريل 2021، وذلك خلال مباراة البطولة ضد نادي شتوتغارت. وبعد 4 أيام فقط سجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا خلال الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو الهدف الذي جعله ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المرحلة النهائية من المسابقة بعمر 17 عاما و217 يوما، بعد لاعب برشلونة السابق بويان كريكيتش، وهو اللاعب الوحيد الذي كان يتقدم عليه في هذا الترتيب. وبعد يومين تحقق مراد اللاعب الإنجليزي من اختيار بروسيا دورتموند بعدما تمكن من فرض نفسه كأحد أفضل المواهب في الدوري الألماني، ليفوز يوم 29 مايو 2023 بجائزة أفضل لاعب لموسم 2022-2023 في البطولة الألمانية، لتبدأ كبرى الأندية العالمية من مختلف البطولات الكبرى في التنافس على انتدابه والتوقيع معه للاستفادة من موهبته الاستثنائية. أخيرا، وبعد العروض العديدة التي تلقاها من كبار أندية الدوريات الكبرى، قرر جود بيلينغهام التوقيع للنادي الملكي ريال مدريد. ففي يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، أي قبل أن يتم جود 20 عاما ب3 أسابيع، أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي عن انتقال نجم متوسط ميدانه جود بيلينغهام إلى ريال مدريد الإسباني. وقد انضم بيلينغهام لصفوف النادي الملكي لمدة 6 أعوام، حيث سيمتد عقده حتى شهر يونيو من سنة 2029، وذلك بعد موسمين فقط قضاهما مع نادي أسود الفيستيفاليا. وقد بلغت قيمة الصفقة 103 ملايين يورو، على أن يتقاضى اللاعب نحو 12 مليون يورو سنويا. وبطبيعة الحال فالداهية فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم ينفق هذا المبلغ المالي الكبير عبثا، بل كان مدركا لجودة اللاعب المهاري وقيمته، خصوصا مع صغر سنه، لأنه عامل مهم في اختيارات فلورنتينو بيريز
في إطار سياسته التي تهدف إلى تشبيب الفريق الملكي وخفض أعمار لاعبيه. وقد قرر جود بيلينغهام ارتداء القميص رقم 5 تقديرا منه لنجم وأسطورة النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان كلاعب وكمدرب، رغم حبه الكبير للرقم 22 الذي كان يرتديه من قبل. وقال بيلينغهام في هذا الصدد: صرحت في العديد من المقابلات بمدى إعجابي بزين الدين زيدان والإرث الذي تركه في النادي بهذا الرقم. أحاول فقط أن أكون جود، لكن هذا وبالتأكيد تقدير لمدى روعته. وأتم كلامه قائلا: الرقم 22 له معنى كبير بالنسبة لي، وفي صميم قلبي ما زلت الرقم 22، فقط الرقم 5 على ظهري. وعن حب بيلينغهام للأسطورة زيدان قال الصحفي الشهير توماس مارتن عن دور زين الدين زيدان في تحويل جود بيلينغهام إلى لاعب عالمي في وقت قصير. قال توماس: تتنافس تمريرات بيلينغهام مع دقة كروس. لقد قضى والده سنوات يعلمه من مقاطع فيديو لزين الدين زيدان حتى يتعلم كيف تلعب كرة القدم ويصبح لاعبا بمثل أهمية زيزو في إدارة وسط الملعب. هكذا إذن، وكما قلنا سابقا، فحس وذكاء فلورنتينو بيريز لم يخب في صفقة الإنجليزي جود بيلينغهام، هذا الطائر النادر الذي يبدع في وسط الميدان قبل أن يفاجئ الخصوم بتحليقه السريع نحو مربع العمليات ليتقمص دور المهاجم ويقتنص أهدافا رائعة قبل أن يبسط يديه عاليا كالنسر المحلق في أعالي القمم. فإحصائياته هي التي تتحدث عنه وتضعه على رأس أفضل صفقات الانتقالات الصيفية. فقد تمكن بيلينغهام من تسجيل 10 أهداف خلال 13 مباراة في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، مع العلم بأنه قد غاب عن بعضها، كما صنع هدفين، بالإضافة إلى تسجيله 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهي الإنجازات التي تجعله واحدا من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، لاعبا يتمنى كل مدرب أن يكون في فريقه. أما على الصعيد الدولي فقد لعب بيلينغهام لأول مرة مع منتخب إنجلترا تحت 15 سنة في ديسمبر 2016، ولأول مرة مع منتخب تحت 16 سنة مع نهاية 2018، وذلك تحضيرا للتصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية تحت 17 عاما. وشارك بيلينغهام مع المنتخب في كأس سيريكا الودية التي حقق فيها المنتخب الإنجليزي اللقب. وفي 4 سبتمبر من سنة 2020 لعب جود بيلينغهام لأول مرة مع منتخب إنجلترا للشباب بعد مرور ساعة ضد كوسوفو عندما كان عمره 17 عاما. وفي 12 نوفمبر من سنة 2020 لعب جود بيلينغهام لأول مرة مع منتخب إنجلترا الأول، وذلك بعد دخوله المباراة ضد أيرلندا والتي انتهت بفوز منتخبه بثلاثية نظيفة، حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما و136 يوما، فأصبح ثالث أصغر لاعب يظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا بعد واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق ب17 عاما و111 يوما، وثيو والكوت لاعب الأرسنال السابق ب17 عاما و75 يوما. وفي 25 ماي من سنة 2021 ظهر جود بيلينغهام في القائمة الأولية للمشاركة في يورو
2020، وهي البطولة التي كان من المقرر أن تقام منافساتها في الفترة الممتدة ما بين 12 يونيو إلى 12 يوليوز من سنة 2020، قبل أن يتم إعادة جدولتها بسبب جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، قبل أن يتم إدراجه في القائمة النهائية. وفي 13 يونيو 2021 دخل الملعب في الدقيقة 82 من مباراة اليورو بين إنجلترا وكرواتيا، فأصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك في بطولة أوروبا بعمر 17 عاما و11 شهرا و14 يوما. وفي 10 نوفمبر من سنة 2020 تم اختياره من قبل غاريث ساوثغيت للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وسجل جود بيلينغهام الهدف في مباراة المجموعة الأولى ضد منتخب إيران. ووصلت إنجلترا إلى الدور الربع النهائي، حيث تم إقصاؤها على يد المنتخب الفرنسي بهدفين لهدف واحد. وبعد ذلك توالت المشاركات مع منتخب إنجلترا ليصبح أحد أعمدته الأساسية. وسيبقى يوم السبت 28 أكتوبر 2023 راسخا في أذهان الفتى الإنجليزي، حيث توج بدايته الرائعة مع فريقه ريال مدريد بعدما سجل هدفين على الغريم التقليدي النادي الكاتالوني FC برشلونة في معقله المؤقت لويس كومبانيس الأولمبي وبين جماهيره، وذلك بعدما قاد فريقه الملكي لانتفاضة على الغريم التقليدي في كلاسيكو الأرض، وذلك في قمة الجولة 11 لدور الدرجة الأولى الإسباني، بعدما أطلق بيلينغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الألماني تير شتيغن، وذلك في الدقيقة 68، قبل أن يعود لتوقيع الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليقلب الطاولة على النادي الكتالوني الذي كان منتصرا بهدف إلكاي غوندوغان منذ الدقيقة 6. وبعد هذه الثنائية ضرب بيلينغهام سربا من الطيور بحجر واحد، فقد أصبح أول لاعب في ريال مدريد يسجل هدفين في أول كلاسيكو له منذ ثنائية اللاعب بيدرو أرسواغ لريال مدريد عام 1947، وأول لاعب في تاريخ النادي الملكي يسجل في أول مباراة بالدوري الإسباني، وأول مباراة في دوري أبطال أوروبا، وأول مباراة في كلاسيكو رسمي، كما أنه أصبح أول لاعب في تاريخ النادي الملكي يساهم ب16 هدفا في أول 13 مباراة في كل المسابقات. وسجل بيلينغهام الهدفين الرقم 300 و301 في تاريخ ريال مدريد خلال مواجهات الكلاسيكو بالدوري الإسباني، كما دخل تاريخ الكلاسيكو بتسجيله الهدفين الرقم 1000 و1001 في تاريخ مواجهات الفريقين الرسمية والودية. وأخيرا وكتتويج مستحق وبإجماع كل متتبعي وعشاق وأخصائي المستديرة الساحرة، توج النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هداف ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، وذلك خلال مراسم حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023. وجاء ذلك بعدما تفوق على ثلاثي برشلونة بيدري وغافي وأليخاندرو بالدي،
وكذلك على زميله في النادي الملكي إدواردو كامافينغا وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني وغيرهم. هكذا إذن نكون متابعينا الكرام قد تعرفنا على الفصل الأول من قصة أسطورة جديدة تطرق أبواب المجد الكروي والشهرة العالمية بقوة وبجد وعمل ودون كلل ولا ملل، بل نتمناها رواية طويلة نتشوق لمتابعة بقية فصولها التي ستكون مشوقة دون شك، وهي بعنوان أسطورة كرة القدم العالمية القادمة جود بيلينغهام. متابعة شيقة لبقية الفصول.